مستر هشام، اهلا يا فاضي ولا مشغول؟ إيه انت شايف ايه؟ قاعد على اللابتوب يعني. وده يقول لك ايه؟ انا كنت عايزك في موضوع. انجز قول. زي ما انت عارف انا شاب لسه في مقتبل عشريناتي، وعايز استقر في وظيفة كويسة عشان اقدر اخطب واتجوز واكون نفسي. ايه ايه ده بيضيع؟ لا، افتكرت حاجة كده. اه قول. كمل. انت شاب وعايز تكون نفسك. بقالي 4 شهور ما خدتش مرتب، وداخلين على الشهر الخامس دلوقتي. مقدر ان حضرتك دفعت لي ايجار شقتي، بس حضرتك ما تعرفش يومي بيمشي ازاي. اذا كان عندي يوم اساسا انا ببات هنا في المكتب. بس ما تقول من الاول يا راجل. هزودك 200 جنيه تانيين. مستر هشام، انا ما كنتش عايز زياده في المرتب اللي مش باخده. انت اكنك بتديني جنيه مصنوع من الالومنيوم، ولما اجي اقول واشتكي تقوم ساحب مني الجنيه الالومنيوم وتديني واحد تاني بس مصنوع من حديد، وهي نفس المعادله. انا عايز مستحقاتي واسيب الشغل. ايه اللي خليك تاخد قرار زي ده؟ زي ما قلت لك ان في عقد مكتوب. اوه كمل. عقد بيقول رقم 1: يتم العمل بمرتب شهري وقدره كذا. انا حتى اول بند اللي هو الف باء قوانين الحفاظ على الموظف ما تحققتش، وكل ما اكلم المحاسب بيعمل لي بصباعه اوكي ويقول لي يتم البحوث في الموضوع. احمد، انت مدرك ان ظروف الشركه ما فيهاش سيوله؟ حتى انا ما خدتش راتب، تخيل. يعني نفس ال5 شهور بتوعك بالظبط. غير كده انا المفروض شغلي بيبدا 9 الصبح وبينتهي 6 المغرب، لكن في واقع الامر انا ماسك شيفت متواصل من السبت اللي فات لحد النهارده الخميس. لقيتني متوفي على الترابيزه ومتتفف في وشي شويه ميه وقلت لي روح ارتاح يا ابو حميد، والله صعبت عليا. وتعالى الشيفت بتاع بالليل محتاجين حاجه. هو انت يعني اللي لوحدك شغال 24 ساعه؟ ما انا امبارح لسه اهو كنت في مقابله عمل، وتعبان من السفر وهلكان وعندي كحة وحمى وباجي المكتب بشتغل. مستر هشام، بيئة العمل ما بقتش مناسبة ليا، وانا ممتن للفرصة، ولكن حان الوقت اني استكشف اماكن تانية. انت تعبان يا احمد؟ اه والله يا مستر هشام، ولا حتى بنام كيف. انت تعبان في دماغك، عندك مرض المثالية. انت كام؟ 23؟ 22؟ 24؟ لسه صغير وحبيبي ما شفتش حاجة. انا اشتغلت في جميع البيئات، وبقولك ان البيئة اللي عندنا هنا دي موجودة في كل مكان واسوأ بمراحل. هو انت كل ما هتلاقي كام حاجة مش على هواك هتسيب المكان وتمشي؟ ده يا حبيبي شغل الشركات. انا اللي تعبان في دماغي. لا يا ولد، انت كده هتتعب جدا جدا. وبعدين ده انا صارف عليك بقالي سنة فوق ال35,000 جنيه وما جاليش من وراك بيعة واحدة. حضرتك انا محاسب مش سيل، وبدفع لك ايجار شقتك. ومتشكر، بس مش هاكل بلاط الحمام يعني. ويا ريتك بتعمل حاجة، بتيجي تقعد على كمبيوتر في مكتب مكيف وتروح. خلي بالك، انا مش بوظف ناس اصلا صغيرة كده، ولكن اكراما مني قبلتك عشان شفت فيك حتة صلع وراسي. هو انت بتعمل معايا كده ليه؟ مش فاهم. تقصد ليه بنصحك رغم انك موظف وبتسيب الشركة وبتخسرني؟ لا مش ده اللي اقصده. انا عايز لما اروح واحط راسي على المخدة اتيقن ان كل حد اتبعت لي انا قلت له الكلام الصح والتصرف الصح، عشان ضميري يرتاح. اصل انا من سلطتي اقول لك تمام يلا غور 60 داهية ما تشغلنيش، لكن انا في يوم ما كنت مكانك، فانا فاهم شعورك وكلنا بنتعلم. لكن انت محتاج تاخد وقفة مع نفسك وتفهم ان مشاعرك ديت مش هتمشي في سوق العمل الحقيقي. حضرتك عبقري جدا، يعني بتسمح لي اسلم عليك طيب ولا؟ طبعا اتفضل يا حبيبي، مش مشكله، اتفضل اتفضل اتفضل. طب بالنسبه للمستحقات، هشوف طبعا هشوف حقك. حقك هشوف حاضر، هشوف حقك 100% حقك. يا عم بيقولك الكلمتين دول عشان مستغرب ان في حد قرر انه ما يتمش استعباده. يعني بصراحة كنت جايب اخري، يعني حتى بقيت اروح الشغل اخر فترة العب في موبايل قدام صوت الكمبيوتر. فاللي هو حتى خصم لي من دماغه عشان تقريبا اتنفست من اكسجين كعكة الشركة. بس مش فارق لي عامة يعني. بس انت كده يعني من غير شغل يعني. ربنا يسهل يا اسطى والله، يعني مش ناقصاك، ما انا عارف، بس الصبر على الحال حاجة، وانك تبقى قاعد مكانك مش بتسعى دي حاجة تانية. وانا شفت ان مفيش حاجة بتتغير فخلاص قررت امشي يعني. وهتعمل ايه دلوقتي؟ في كذا شغل كانوا معروضين يعني اشوفهم، وعلى امل انه يديني ال5 شهور اللي ليا، رغم اني اني اشوف منه الباس حتى يعني. وانت لقيت شغل ولا ايه؟ لا ده انا فتحت مشروع كده على القد يعني. مشروع؟ انت مشروع ماشي، ايه مشروع؟ ايه ادخل معاك؟ حاجه كبيره يا اسطى ومحتاجه تحاليل ودراسه احتمالات يعني مش اي حد مش اي حد عاطل يقول لي محتاج فلوس ادخل. لا مؤاخذه، بيطلع لك فلوس حلوه يعني وحلال. اه فلوسه حلوه يعني، بس عايزه تركيز يعني. وحلال يا ابني.
فلوسه طرشمه يعني. ربنا يكرمك يا عم. عامه انا والله ما عايز يا اسطى غير ان انا يعني انا عايز اخر الشهر يبقى معايا قوت اليوم ومستوره. الحمد لله على كده يا اسطى. لا انا هقوم ادلع نفسي كده واجيب شاي سكر زي ده. تشرب حاجه؟ لا لا ودي انت، انا هتلاقيني هناك بقى. ها يلا ها اديله اديله. قلت لكم والله العظيم كان عندي شكوك بس. اديني يلا العب يلا. ايه يا اسطى صوتك جايب اخر القهوه في ايه يا اسطى؟ يعني انت ايه ده؟ انت ليك حد في الدوري الصومالي؟ لا يا عم ده المشروع اللي انا فاتحه. مستثمر في صومالي يعني؟ لا يا اسطى ده انت بتدخل تعمل دراسه للاحتمالات المحتمله حدوثها في الماتش يعني، وتشوف ايه اكتر شيء محتمل انه قمار صح. بس يعني الدنيا صعبه ومفيش شغل وامي عيانه. عايز تقول لي ان مفيش ولا شغلانه جت في طريقك؟ بعدين علاقه ان امك عيانه بالموضوع مش فاهم انا يعني. ما بجيب لها دواء برضه يا اسطى. يا اسطى انت بتقول ايه؟ هو يعني لو في واحد فاتح خماره والفلوس اللي بتيجي من الخماره ديت بيجيب بيها علاج لامه، ايه الدنيا؟ لا يا اسطى لا، ده خماره وحرام وبتاع يا راجل. طب واللي انت بتعمله ده ايه يا اسطى؟ انا بلعب يا اسطى. ده تفاحه وتجس ده تشيك وحاجات بسيطه يعني. مش وبعدين انا مش مدمن يعني اللي هو. انت عايز تقول لي ان مفيش ولا شغلانه جت في طريقك فانت قررت ان انت بقى تتجه لا يا اسطى خالص. بقول لك يا جو، ابوك كلمني وقال لي انك بتدور على شغل وكده. والله يا عم محمد. من كام لكام طيب؟ من 9 ل5 وساعه بريك. لا ما احبش انا الشغل الاوفر ده. امال يومي هيروح فين يا عم محمد؟ ده انا لسه في العشرينات يعني. يعني ما كانش في حاجه مناسبه قوي. بقول لك يا جو، ابوك كلمني انك محتاج شغل، وبصراحه ابوك راجل محترم وانا عايز اقف جنبه. هتقف عندي في السايبر اديك 10,000 والعمولة يا عم على لو انت جبت حد كده ولا كده او حد لعب بيس 19 يعني. طب يعني ماشي يعني ماشي الحال. بس من كام لكام برضه؟ انت هتيجي ساعتين في اليوم يعني مش كتير يابا. لا ما احبش انا الشغل الاوفر ده يا عم. امال يومي هيروح فين؟ او يعني ما حبيتش ان اشتغل عند حد فاهم كفايه. بس انا حبيت المجال ده يعني اللي هو امار يعني. لا مجال التحليل يا اسطى. ده كوره لو خبطت في عرض هتقبض يا اسطى. يا اسطى اوصف لي الشيء ده يا عم. هو مفيش شغل بقى. وبعدين مش انت كنت عايز تدخل معايا يا اسطى؟ بص جرب مرتين هتطلع مصلحه حلوه واخلع. انا باضي برضو هما مرتين 3 اجيب حق الايربودز وحق دواء الكحه بتاع امي وخلصت على كده. انا هقفل بجد يعني من الاخر. انت بالك قد ايه بتعمل الحوار ده؟ بقالي سنه. انت مدمن عامه ومحتاج تتعالج. العب 2000 تاني يابا. انا فوقت انا مكسر الساق. ما انت مش فاهم. انا كنت مراهن انك هتقول عليا مدمن والاحتمال عليك كان 2.5 بس حرفيا كنت يا اسطى خد يا عم بقى. العب 1000 تانية. كنت عارف انك هتمشي وتسيبني. كنت مراهن على الموضوع ده. خلاص يا اسطى. والله العظيم اهو يا اسطى بجد يعني. فكر في الموضوع هتلاقيه خسر يعني. حرفيا انا مش لاقي شغل اهو والباسي مقطع وحرفيا مش مرتاح بجنيه. الموضوع هتلاقيك انك خسران ومفيش بركه في الموضوع. بص نتكلم بعدين يا اسطى. انا فرقع من هنا انام على السرير اندم على قراراتي. سلام يا اسطى. سلام. اشوفك بعدين. العب 500 تاني. كنت عارف انه هيقول كده.